اكبر غلطه بشوفها هي الفصل ما بين الاونلاين والاوفلاين. يعني لو مدير التسويق اللي عندك فاهم في اعلانات فيسبوك فقط ومنفصل عن اللي بيحصل على الارض، يبقى احنا عندنا فجوه، والفجوه دي بتخسرنا فلوس كل يوم. مدير التسويق الحقيقي وظيفته ان هو يربط ما بين رساله البراند في الشارع وما بين شكلها على التي في وعلى السوشيال ميديا. باختصار ان هو بيعمل انتجريشن 360 مظبوط. مش عيب ان احنا نعين حد ونكتشف في البروبيشن بيريد بتاعته ان هو غير مناسب، ومش عيب ان احنا نغيره، بس لازم نخلي بالنا ان تكلفه الري هايرنج دي تكلفه مرعبه. مش بس بتخسر تكلفه التعيين الجديده، انت بتخسر وقت، بتخسر مجهود، والاخطر ان اللي بيجي جديد ده بيهد اللي فات وبيبدا من الصفر. وهو مش بيعمل كده عشان هو مش كويس. في الاغلب اللي بيحط خطه تسويقيه بتكون خطه تمشيه شهرين ثلاثه بالكتير، مش بيبني ماركتنج انجن ليه برو برنت واضحه او خريطه واضحه اي حد يجي يستلمها يقدر ان هو يكمل عليها. وهنا رسالتي دي لكل ماركتنج مانجر بيشوف الفيديو: طور من نفسك واشتغل كما يجب ان يكون. ابني بلو برنت واضحه مستدامه، ما تعملش مجرد خطه تمشي بيها حالك. ربنا بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اتقانك للسيستم اللي انت بتبنيه بيعمل اسمك وقيمتك في الماركت، مش النهارده، كمان 5 و6 سنين قدام. لو انت عملت الحركه دي مرتين في السنه كصاحب شركه، انت حرفيا بتضاعف الهايرنج كوست عندك، والى حد ما بتبوظ البيزنس بايديك. انت محتاج حد يبني اسيت، الاسيت دي تفضل شغاله، مش حاجه تمشي حالك كام شهر. قبل ما تعين مدير التسويق اللي جاي، اتفقوا على الخطه اللي هتشتركوا فيها مع بعض السنين اللي جايه، مش الكام شهر.